مثلا انا اعطيك على سبيل المثال، اليوم الحكومه اتكلم لك بصراحه، مساله الرواتب صعبه جدا. انا لما كنت في المنصب اعرف في نهايه الشهر صار عندنا 3 تريليون دينار عراقي. ندفع الرواتب، طبعا الرواتب قبل مدفوعه يوم 15 يوم 10 بس بالشهر يبقى 400 500 مليار. كان 2015 بعنا معدل النفط 44 دولار، اليوم بايعين ب 22. طيب. فبالتالي هذا الشهر الثاني ترى الرواتب محرجه. ياخذ من البنك المركزي، اشوف السيد المالكي راد ياخذ قلب الدنيا عليه. هذا احتياطي ما نقدر نسوي به شيء. معناه انه الحكومه ممكن ان توصل شهر تقول ما عندي رواتب بهاي السنه؟ هسه المساعي والتطمينات على صفحه، خلينا نحكي علميا واقعيا. والله يعني ما اقدر اقول لك، هم يصرفون عندي، بس انا الارقام اللي عندي الشهر القادم ممكن يعبرون الرواتب، الشهر اللي وراه صعب. طيب